لو عندك برتقانتين وبنجرايه وثلاث اربع جزرات كده، يلا بينا نعمل الوصفه القمر دي مع بعض. كلها فيتامينات، سهله بسيطه، مقاديرها بسيطه جدا، تقريبا موجوده في كل بيت. قيمتها الغذائيه عاليه جدا. طبعا احنا في وقت امتحانات ومحتاجين ندي ولادنا كده حاجه ترفع مناعتهم وتقويهم عشان دور البرد اللي ماشي ده. اول حاجه نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هجيب عندي الحله بتاعتي، بقشر البنجريه واقطعها بالشكل ده، والجزر عندي بكون مقشراه واقطعه مكعبات بالشكل ده، وهنزل عليهم ب2 كوب ميه، يعني نزلت بكوبايتين ميه مش كوبايه واحده، نزلت بكوبايه كمان. وهاخدهم على النار وهدي عليهم لغايه لما يستووا مع بعض ويبقى سواهم ان هو يتضرب في الخلاط سهل. هجيب البرتقال عندي بكون غسلاه حلو قوي، وانا قصده ان انا اعمله بالقشر، بقطعه بالطريقه دي عشان لو في اي بذور فيه اشيلها. لكن القيمه الغذائيه والفايده وفيتامين سي كله في القشره. فانا هحط عليهم، جبت الخلاط اللي عندي نزلت فيه بالجزر والبنجر بعد ما اتسلق، وهنزل عليه كمان بالبرتقان بعد ما قطعته بالشكل ده. هضربه حلو قوي عندي في الخلاط وهصفيه، بيكون عندي بالقوام والشكل ده. طبعا انا ضفت عليه كمان كوبايتين ميه، وهنا هضيف كمان كوبايه لاني حسيته تقيل شويه، ممكن استخدمه كده على طول وممكن اضيف كوبايه الميه دي. انا ضفت كوبايه ميه، يبقى انا كل اللي انا ضفته على الخليط ده في الخلاط ضفت عليه كوبايتين ميه وكوبايه بعد ما شلته من الخلاط، يعني 3 كوبايات ميه. التصوير كان معايا كل شويه يفصل مني، ففي حاجات كتيره فاتت. عندي هنا هحط دول تقريبا بالظبط كده، معايرتهم 4 كوبايات من العصير. هنزل عليهم باربع معالق من السكر، او معلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق. كتير بتدخلي في الكومنتات وقولي ليه دقيق؟ النشا بتخليها تقيله كده وماسكه في بعضها، لكن الدقيق بيخليها لك كريميه، تبقى كريمي جدا معاكي وجميله جدا. مهما يعني مش عايزه اقول لك مهما كتر منك، مهما حطيتيه وزاد منك شويه دقيق ما بيضرش معاكي. وهنزل طبعا برشه الفانيليا وهرفع على النار مع التقليب المستمر علشان ما يتكتلش معايا. يبقى انا حطيت معلقتين نشا وحطيت كمان معلقتين من الدقيق. وكريميه جدا، تفضل معاكي يوم 2 3، كريميه جدا جدا تحفه. بقلب المكونات دي كلها، برفعها على النار مع التقليب المستمر، بتبقى عندي بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. قوامها تحفه. طعم البنجر للاطفال اللي ما بيحبوش البنجر، انا بعاني من المشكله دي، مش باين نهائي خالص. طعم البرتقال هو اللي طاغي اكتر على الوصفه. طيب ممكن وهو عصير اروح جايبه مكعبات التلج وهو لسه عصير تقيل مركز، قبل ما اضيف له كوبايه الميه الاخيره، هروح حاطاه في قوالب التلج وعيناه في الفريزر. بطلع القالب على كمل عليه ميه وبالمعلقه اقلبه. عايزه تضيفي عسل او تضيفي سكر زي ما تحبي، يبقى عندك مشروب تحفه حلو جدا جدا لنزلات البرد ورفع مناعه، وكله فيتامينات وكله حديد. هنا صبيته في الفناجين اللي عندي، قلت اغير شكل شويه بلاش بولات المره دي، وحطيته في الفناجيل بتاعتي. وبعد كده بزوقه بجوز هند بقى، ببرتقان ساده، زي ما تحبي اي حاجه عندك، حابه تحطيها حطيها، او مش حابه خلاص هو اصلا مش عايز اي تزويق. وصفه سهله بسيطه، قيمتها الغذائيه عاليه جدا. يا رب المعلومه تكون وصلت. في حاجات كتيره كده من الفيديو فلتت مني في التصوير، بقى يفصل ويرجع تاني، بس ان شاء الله هي وصفه سهله وبسيطه. كل المقادير هسيبها لكم تحت الفيديو، ومستنيه رايكم في التعليقات. شايفين القوام الكريمي جدا معايا. هنا بعد ما برد خالص قوام، انا حابه بس اوريكي قوام البودنج بتاعي او الوصفه بتاعتي. شايفين كريمي جدا، اول يوم زي تاني يوم ما بتقلش معاكي، وده عشان ضفت معلقتين الدقيق. يا رب تكون المعلومه وصلت، واشوفكم في فيديو جديد.